يعني هو العيد فعلا اتغير ولا احنا اللي بقينا شايفينه غير زمان؟ فاكر لما كان ريحة الفطار اول يوم العيد تسبقك؟ لما خروف العيد كان نجم الشارع. بس دلوقتي بقينا نسأل، هو في عيد من غير لحمة ولا في لحمة من غير عيد؟ واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. اول يوم العيد كان بيبدأ بتكبيرات بصوت عم محمد في الجامع، اللي بيصحى الساعة 4 الفجر يلبس جلابيته ويسبق الناس على الجامع. بس تفتكر كام واحد دلوقتي لسه بيقوم من بدري يروح يصلي؟ ولا بقينا نسعى على صوت السكاكين بدل صوت الله أكبر الله أكبر؟ ولا اللي بيحافظ على فرحة بسيطة زي صلاة العيد ده غالبا لسه في قلبه محافظ على نفسه؟ زمان كان كل طفل في الشارع يسمي الخروف بتاعه ويأكله عيش كمان ويلعب معاه قبل ما يبكي عليه. دلوقتي ممكن تلاقي خروف واقف في البلكونة، وأول ما ابن الجيران يشوفه يصوره ويبعت لصاحبه ميم على الواتساب. في فرق بين اللي كان بيعيش اللحظة واللي بيصورها عشان ينزلها. اللي بيحس بالحاجة عمره ما يحتاج يثبتها لحد. فرق كبير بين انك تدي لحمة لحد عشان الشرع بيقول كده، وانك تديها وانت حاسس انك بتشارك الفرحة. انا شفت ست كبيرة كانت بتطبخ من لحمة الأضحية وتدي منها لناس تانية، مع انها هي نفسها معاش لحمة كتير، بس قالت لي الفرحة ما بتكملش لوحدك، اللي يفرح غيره بيخلق لنفسه عيد جوه قلبه. كان زمان العيد معناه اللمة، مش انك تسافر تتصور على البحر وتحطها ستوري. دلوقتي بقينا نعيد على التيك توك وتسيب ستك قاعدة لوحدها في البيت. بس اللي عاش مع سته عارف ان ضحكتها وسط العيلة اغلى من كل اللقطات، واللي بيختار اللمة على اللمة غالبا هو اللي فاهم العيد الصح. سؤال بسيط، امتى اخر مرة ضحيت بحاجة مش لحمة؟ ضحيت بوقت ومجهود وكرامة عشان تصلح علاقة. في ناس بتذبح خروف وفي ناس بتكسر كبرياها عشان ترجع اخوها اللي زعلان. والتضحية الحقيقية مش دايما في السكينة، اوقات بتبقى في النية. عيد الأضحى مش لحمة بس، دي لحظة نقرب فيها من اللي بقالنا كتير بعيد، بعيد من الأهل ومن نفسنا ومن ربنا حتى. ويمكن السنة دي بدل ما تسأل هتاكل كام كفتة، اسأل نفسك هتبسط كام قلب. واحنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. وكل سنة وانتم بخير، وعيد أضحى مبارك عليكم جميعا.